مسؤول على راحتك السيد الرئيس، ولا تنضاف الجهات المشوشة فلا يشوشها. المشاهد لانفعالات عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية في جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان. فالصحافة المغربية تجمع أن الرجل أصبح ظاهرة تشد الانتباه في كل حضور للبرلمان ويجيد لغة الجسد والانفعال. الرجل الذي ينفعل ولا يتحكم في الانفعال يفقد مصطلحاته ويفقد كلماته، وبالتالي يفقد ما يسمى بالخيط الرابط في الأفكار السياسية الرمزية التي يريد إيصالها. الأستاذ بن كيران لم يقع في هذا الفخ بل نجح في ذلك. رئيس الحكومة بحسب المدافعين عنه أعاد للبرلمان جاذبية افتقدها خلال السنوات الأخيرة، بل إن البعض يتحدث عن بن كيران شو، أي عروض بن كيران، إلا أن التحذير الموجه لرئيس الحكومة من المراقبين هو أن الاستمرار في مخاطبة الشارع المغربي بالانفعال الشديد من البرلمان قد يأتي بنتائج عكسية. ظاهرة بن كيران هي ظاهرة مثيرة. الشخص اليوم هو رئيس حكومة، ولكن يبدو بأنه يفتقد إلى الحرفية السياسية. الشخص خرج من الدعوة إلى المعارضة، وهو اليوم داخل رئاسة الحكومة. كيف نفسر سلوكاته؟ نفسر سلوكاته بأنه لا زال في مرحلة الاحتجاج ولا زال في مرحلة الدعوة، وبالتالي كلما اقترب من التدبير وكلما انتبه إلى الملفات الكبرى في التدبير فإنه ينتج هذه السلوكات التي موجهة إلى الشارع. في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان لشهر يوليو، قاطع حزب الاستقلال المعارض رئيس الحكومة لأول مرة، وخاطب رئيس الحكومة البرلمان بنصف كراسي فارغة بسبب المقاطعة الواسعة لكل كتل المعارضة. عادل الزبيري، العربية، الرباط.